السلام عليكم، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. شلونكم يا احلى متابعين؟ ما كل من دخل الحرم جاء يدعي، وفيه ناس جاية تكتم وجعها بين جدرانها وتدور على لحظة تهز قلبها. يمكن تلقي جواب، يمكن تلقي مغفرة. وأنا هنا علشان أروي لكم قصة رجل كانت دموعه تنزل في صمت، لكن اللي داخله أقوى بكثير من أي صوت. كان اسمه راشد، 50 العمر، لحيته بيضاء وعيناه ذابلتان. ما أحد يعرف وما أحد كان يتوقع أن وراءه قصة تقطع القلب. جاء للحرم في رمضان لحاله، ما معه لا زوجة ولا أولاد. دخل بهدوء وجلس في زاوية اللي قريبة من باب الملك عبد العزيز. كان يشوف الطائفين وعيونه تلمع كأنه يتذكر شيئا أو يتحسر عليه. بعد صلاة العصر شافه أحد العاملين في الحرم، وكان واضح عليه التعب والشرود. قرب منه وسأل بلطف: تبي موية يا أخي؟ رد بابتسامة خفيفة: أنا مو عطشان، أنا تايه. العامل تفاجأ وقال: تايه؟ من وين؟ قال: من نفسي. أنا كنت إنسانا ثاني، واليوم أدور راشد اللي ضيعته من سنين. قال له: أنا كنت رجلا قاسيا غليظ القلب، ما أعرف الرحمة. ضيعت زوجتي بكلام جارح، وأبعدت أولادي عني بالشدة، وسببت الألم لأهلي وأقرب الناس لي. واللي زاد الطين بلة إن أمي ماتت وهي زعلانة علي. ما ودعتها، ما سامحتني، وما مدت يدها تدعي لي ولو مرة واحدة. يا ولدي، أنا جيت هنا اليوم أطلب من ربي شيئا واحد. يا الله، إذا ما سامحتني أمي، سامحني أنت يا الله. أنا ما أبغى الدنيا ولا وظيفة ولا أولاد ولا مال ولا أي شيء. أنا أبغى قلبي يبرد، أبغى أحس إني بشر. يقول العامل: جلست معه وقت طويل، وبعد صلاة المغرب قام راشد يتوضأ وراح يطوف أول شوط. وهو يطوف طاح على ركبته، ما قدر يكمل الطواف. الناس اللي حوله ساعدوه، وأنا واقف بعيد أراقب حالته. كانت حالته تقطع القلب. بعد الطواف رجع وجلس وبدأ يقرأ القرآن. صوته كان حزينا جدا، لكن فيه هدوء غريب. كان يبكي بحرقة وبصوت خافض، كأنه يسامح نفسه شوي شوي، أو كأنه يؤنب نفسه بما فعل مع أولاده وزوجته وأمه وأهله كافة. كان نادما ندما شديدا. كان يدور الغفران والرحمة من ربي، وأن يسامحه الجميع. بعد العشاء راشد التفت لي وقال: أنا ما أدري ربي بيغفر لي ولا لا، بس على الأقل دعيت لأمي 1000 مرة، وكل مرة أحس قلبي أخف. بعدها قام أعطاني مصحف صغير وقال: خليها عندك، إذا شفت أحد تايه ذكره أني كنت مثله يوما ما عدت شفت راشد من بعدها، ولا أدري وين راح. بس كل ما شفت أحد جالس بالحرم وعيناه تدمع، أتذكر وجهه وصوته وكلامه: أنا مو عطشان، أنا تايه. هذه قصتنا اليوم عن الرجل كان في قمة ظلمه وقساوته،
وبعد ما ذهب إلى الحرم وجلس في الحرم وصلى ودعا، وكان يطلب المغفرة من ربي بأشد ما يقدر عليه من دعاء ومن صلاة. كان يريد أن يكفر عن أفعاله قبل أن يودع الدنيا أو يروح بذنوبه، أو يكفي أنه كان عاق بأمه، وكان شديد القساوة على أبنائه وحتى زوجته. يعني في النهاية عاش وحيدا لا أحد له، فحس يعني بالوحدة وبتأنيب الضمير، وحس أنه كان ظالما لأهله. فيعني حب يعني يتلاحق نفسه بأنه يتوب ويطلب المغفرة من ربي، ويتمنى من الله أنه يغفر له ويعني ويسامحه على ما فعله في أهله. كويس وجميل جدا أن الإنسان يحس بالذنب، وأنه يحس بأنه غلط، وأنه يحاول يكفر عن غلطه، وأنه يتلاحق نفسه قبل فوات الأوان. هذا شيء جميل، وأنه ما يتمادى الإنسان بأغلاطه وبظلمه وبفجره يعني قساوته، لأن الدنيا فانية. فمن دخل الحرم أكيد يطلع منها إنسان ثاني. فهذه لحظات جميلة جدا. فالحرم سبحان الله للصلاة والعبادة ولغسل الهموم وللدعاء ولتكفير الذنوب، بأنك تكون قريبة جدا من ربي. وأن الحرم سبحان الله باب رحمة، باب مغفرة، باب توبة. فلازم حن الواحد يعني نتعلم من هذه القصة وناخذ العظة والعبرة من هذا الرجل راشد. هذا الرجل جاء إلى أطهر مكان يبحث عن الغفران بعد سنوات من الندم والضياع. التوبة تبدأ من لحظة صدق واحدة. أتمنى لكل مشتاق زيارة الحرم، أو الله لا يحرم أحد من زيارة الحرم والصلاة والطواف بالكعبة. الله يكتبها للجميع يا رب. وأتمنى تكون القصة عجبتكم، وتقولوا لي وش اللي استفدتم من القصة. قصة هذا الرجل النادم التائب. هذه طبعا القصة حقيقية واقعية مو من الخيال. أتمنى ما أحد يمر بمثل ما مر به هذا الرجل الذي يدعى راشد. وإن شاء الله يا رب ما أكون طولت عليكم، وتكون القصة جميلة وخفيفة. ومع السلامة بحفظ الله ورعايته. واكتبوا لي وش اللي استفدتوا من هالقصة. لا تنسون الاشتراك واللايك. الله يسعدكم يا رب، فضلا وليس أمرا. مع السلامة بحفظ الله ورعايته.